اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سومة من قناة سومي سومة. النهاردة هنعمل اسرع حلويات. الجلاش الملفوف، محشي، بسبوسة وجوز هند، دقيق سميد يعني. عندي، بجيب اللي بعمل الشربات الاول، كنت بسقيه بيه دوت بيطلع سخن، وبسقيه بيه سخن. عندي كوبايه سكر، عليها كوبايه ونص ميه ورشه فانيليا، وما بقلبوش وبسيبه على النار كده. آم، لحد ما يبقى عندي بالقوام اللي انا عايزاه، يتقل كده ويبقى حلو، سيرم تقيل شويه. بجيب في طبق بقى شويه جوز هند ناعم، وعليهم شوية دقيق سميد من عندي على حسب الكمية اللي انا هعملها. انا عملت لفة جلاش على صينيتين يعني. باخد عندي ورقة ورقة كده وبفردها، وبلم الباقي الكمية وبغطيهم بفوطة عشان ما ينشفوش عندي، لحد ما الف ورقة ورقة يعني. لا، اخد ورقة ورقة واغطي الباقي بفوطة كده والف، وبعدين ايه، اشتغل تاني عشان بينشف بسرعة. باخد رشة بقى من جوز الهند ودقيق السميد، وجوه الورقة كده. وبعدين بروح لفها زي رول كده من غير ما ادهن سمنة ولا اي حاجة. انا بلف رول كده كل واحدة، وبتبقى عندي بالطول. بقطعها لتلاتة كده، وبرصها في الصينية. بعدين بخلص الكمية كلها وبقطعها كده وارصها في الصينية. وعندي بجيب في طبق سمنة، على نص كوباية لبن، 3 معالق سمنة كده على نص كوباية لبن، وبقلبهم كويس. وبخلص الصينية، وبعدين ايه، بدهن كده على الوش وارش على الوش كده لحد ما اخلص السمنة واللبن كلهم على الوش. دي بتديلها طعم جميل قوي، وبتخليها مقرمشة كده، والوش بتاعها لونه جميل محمر كده وحلو لما بفتح لها الشواية يعني من فوق. بس وبرش الكمية دي على الوش كده وبخلصها. وبعدين بدخلها الفرن، يعني ايه، تستوي كده، وما تبتدي تحمر كده افتح لها بس الشواية عشان ما تنشفش يعني. ما سيبهاش الفرن مفتوح عليها طول المدة عشان ما تنشفش. بسويها كده بالفرن، والوش بفتح له الشواية ياخد لون كده. وبكون خلصت عندي الشربات، واول ما بتخرج بروح ساقياها بالشربات كله يعني، واسيبها تتشرب كده. وطبعا الصينية قبل ما بحط الكمية بكون دهنة الصينية سمنة كويس قوي عشان ما يلزقش في الصينية، او زيت عندي المتاح، بس بدهنها كويس قوي عشان ما تلزقش فيها، وبسيبها تتشرب. ويا رب تعجبكم ان شاء الله.